صحيت من النوم مش فاهم أي حاجة، ومين الست دي وإيه الهدف من إنها تشاور لي علامة المقبرة. فقررت إن أدخل الشقة تاني، وقلت ممكن تكون الست دي ليها علاقة بالشقة، لأني محلمتش بحاجة غير لما دخلت شقة جاري. دخلت الشقة، قررت أدور على أي حاجة ممكن تساعدني أو أفهم منها مين الست دي. دخلت وسط التراب والغبار، فضلت أدور لحد ما لقيت أوضة مقفولة مركون فيها حاجات قديمة. فضلت أدور بين الحاجات لحد ما لقيت صندوق. فتحت الصندوق، لقيت صورة. لما ركزت في الصورة لقيتها الست اللي شفتها في الحلم. ومن اللحظة دي وأنا قلت الست دي وراها قصة كبيرة. خدت الصورة ورجعت شقتي، وقررت إن أسأل البواب على الست اللي في الصورة. وفي اليوم التاني نزلت وسألت البواب عن الست اللي في الصورة اللي معايا، وقال لي جبت الصورة ازاي؟ قلت له ان من بعد لما اتكلمت معاه اخر مرة قررت ان اروح الشقة واتأكد اللي بيحصل معايا، وان لقيت الباب مفتوح. قال لي عامة الست دي كانت ساكنة في الشقة قبل السكن الجديد، وكانت وحيدة ومش بتخرج من الشقة غير في فترات طويلة، لحد ما في مرة حد من السكان كان عايز يديها حاجة، بس فنشم ريحة غريبة والست مش بترد عليه. فقررنا اننا نكسر الباب ونخش نشوف في ايه. ولما دخلنا لقينا الست ميتة ووقع على الارض ووشها ازرق، ومحدش عارف هي الست دي ماتت ازاي. قلت له طب ما تعرفش الست دي اتدفنت فين؟ قال لي مش بعيد عن هنا، ووصف لي المكان. فقررت اروح في نفس اليوم رغم ان خلاص الوقت كان غروب، يعني عقبال لما اوصل هيكون في الليل. وبالفعل رحت. اول لما دخلت المكان اكن الحلم بيتكرر تاني، مش شايف حاجة غير نور خافت ودخان في كل مكان. بس ابتديت اسمع صوت همس. فضلت ماشي ورا الصوت لحد ما وصلت عند مقبرة معينة، وما بقاش في صوت والدنيا هدوء. وقربت من المقبرة ونبضات قلبي بتزيد كل لما أقرب أكتر. وأحس إن دماغي تقيلة جدا. وجيت قدام المقبرة، سمعت صوت الخبط وصوت واحدة بتعيط وبتقول ساعدني. ساعتها حسيت تحت رجلي بنار، الأرض سخنة جدا، بس أقف في مكان تاني مفيش حاجة. فقلت لازم أحفر في المكان ده وأشوف في إيه. لما حفرت لقيت جمجمة لحيوان ما ملفوفة بخيط ومحطوط صورة. ببص في الصورة لقيتها صورة الست، وإن حد كان قاصد يأذي الست دي. فمش عارف المفروض أعمل إيه. جبت من العربية شاكوش وكسرت الجمجمة دي وشلت الصورة وحرقتها، ومش بقيت سامع صوت عياط تاني. ورجعت البيت وأنا زعلان إن الست دي ماتت بطريقة زي دي. ونمت. حلمت إني في شقة جاري، وشفت الست كانت بتظهر لجاري عشان تفهمه إنها عايزة مساعدة، بس هو ما فهمش فانتحر من كتر الضغط النفسي والخوف. وفي آخر الحلم الست جات ليا وقالت شكرا، دلوقتي روحي تقدر ترتاح. وكده تبقى قصتنا خلصت، واستنونا إن شاء الله يوم الاثنين بقصة جديدة. أحبكم جميعا، سلام.